لو جوزك في يوم قالك: وانت دايما قاعده في البيت لوحدك، ليه ما بتخرجيش؟ ليه ما بتقابليش صحابك؟ ليه ما بتقضيش يوم مع اهلك؟ لو اللي قالك كده، اوعي تقولي ده جوزي خايف عليا من القعده لوحدي. لا، اكيد في هدف تاني. في قصتنا دي هتعرفي ايه اللي بيجرى. وليد اتعرف على عروسته عن طريق المعارف اللي عرفوه عليها. قابلها وقعد معاها، وكان كل مرة في وقت الخطوبة القصير اللي قعدوا 4 شهور مخطوبين كان بيقعد معاهم يا إما أبوها يا إما أخوها، أي حد من الرجالة بيبقى موجود. فما كانش بياخد راحته معاها، الكلام الرسمي وتحياته الطيبات وياكل حاجة حلوة ويمشي لغاية ما خلصت مدة الخطوبة، وهو بيصبر نفسه ويقول خلاص هانت، هتيجي بيتي ونقعد براحتنا. بعد ما جت بيته لقى ان هو الاحلام اللي كان بيحلم بيها انه يحققها مع عروسته مش قادر يحققها مع البنت دي. البنت دي محترمه قوي، من اسره محترمه قوي، حتى محترمه وهي مع عريسها في اوضه النوم، وهو عايز منها حاجات تعملها وتقولها وهي مش قادره. البنت غير ما هو متوقع خالص. حتى لما حب يعلمها البنت ما بتستجيبش، بتقوله حاول معايا، انا ما عرفتكش كويس، فتره الخطوبه كانت قليله، انت ما خدتش عليك كويس، اديني فرصه. فكنت كل مرة تقول أحاول معاها لغاية ما بقيت منها خالص، ولقيت إن هي فعلا مش هتقدر تحقق اللي أنا أتمناه وأعيشه فيه معاها. وهنا قررت إن أنا أعيش حياتي الروتينية والحياة اللي كل الناس بتشتكي منها من الملل، رغم إن أنا بقالي 4 شهور بس متجوز. بس برضه بدأت أحس بالملل، إن اللي أنا نفسي فيه محققتوش مع عروستي. لغاية ما في يوم نزل من البيت، لقيت في الأسانسير واحدة ركبت معايا. البنت أول ما بصيت في وشها حسيت إن هي مختلفة جدا عن مراتي. نظرتها ليا مش نظرة طبيعية. لما جيت أحط إيدي على الأسانسير أدوس على الدور، لقيت إيديها زبقاني وإيديها لمست إيدي. حسيت بقشعريرة في جسمي ودفء في إدراعها وفي إيديها لما لمسني غير طبيعي. لما عيني جت في عينيها حسيت إن في حاجة، الست دي مختلفة خالص عن زوجتي. فلقيت نفسي عايزة أعرف هي هتنزل في الدور الكام. ولما لقيتها نزلت في الدور اللي تحتينا أنا انبسطت، لأن عرفت إن هي جارة لينا. انبسطت ليه؟ أنا مش عارف، بس مجرد إن عرفت إن هي معانا في العمارة حاجة ساعدتني. رحت شغلي ونسيت الموضوع خلاص، بس دايما كانت على بالي نظراتها ولمسة إيديها لما كنت بدوس على زرار الأسانسير. وفي يوم لقيت صوت عندنا في البيت، سمعت زوجتي بتتكلم مع واحدة في الشقة، ولما ركزت في الكلام اللي بيتقال فهمت اللي بتكلمها دي جارتني لتحت. حاجة كده خلتني أوضب هدومي بسرعة وأفتح باب أوضة النوم وأخرج، على إن أنا خارج ومعدي على ريسبشن. وبالصدفة شفتهم وعملت نفسي إن أنا أحرجت، فلقيت زوجتي بتقول لي تعالى أعرفك على جارتنا مدام داليا. مديت إيدي وسلمت عليها، ولقيت نفس الدفى اللي أنا حسيته معاها قبل كده في الأسانسير. سلمت عليها ورحبت بيها وسبتهم واستأذنت، وأنا عامل نفسي محرج إن أنا دخلت على 2 ستات وسبتهم وهما بيتكلموا. وسمعتها بتقول لمراتي لأ، أنا بشرتي بستعمل لها حاجة تانية. سويت إيه اللي أنت بتستعمليه لوشك؟ السويت ده بيعمل كرمشة في الجلد، البشرة، وبعد مدة بتلاقيه جلد بشرتك سقط. انت عليكي يا اما بالشفره يا اما بالليزر، اي حاجه منهم قريبه ليكي واسهل ليكي. انا لقيت نفسي بضحك وبقول يعني هم هيكلموا بايه غير كده، وسبتهم براحتهم ورجعت اوضتي. والدنيا على كده ما انتهتش، لان انا لقيت تاني يوم جايلي طلب صداقه من مدام داليا على الفيس. قبلت طلب الصداقه، وفجاه لقيتها دخلت على الخاص وبتكلمني وبتقول لي ايه احوال الجواز؟ قلت لها كويس. قالت لي مبسوط؟ قلت لها كويس الحمد لله. قالت لي انا حاسه ان انت ناقصك حاجات. على العموم انا مش بعيده عنك، ده انا الشقه اللي تحت. انا ضحكت، عملت ان انا مكسوف، بس انا سعيد بالكلام ده مش عارف ليه. وبعدين لقيتها بتبعت لي صور ليها وهي بهدوم النوم
صور أخجلتني، بس كنت سعيد وأنا بتفرج عليها. ما كنتش برد عليها، وهي كانت دايما بتبعت لي يوميا حاجات تحاول إن هي تشد انتباهي. لغاية ما في يوم كنت راجع الشقة وأنا طالع على السلم لسه، وكان الأسانسير عطلان. مريت على الشقة بتاعت داليا، لقيتها فاتحة باب الشقة وكأنها عارفة ميعاد رجوعي، وأول ما جيت أقرب من الباب شدتني ودخلت بيا الشقة جوه، وأنا مفزوع مش عارف مين اللي معاها في الشقة. قالت لي ما تخافش، جوزي مش موجود ومحدش من الأولاد موجودين. دخلت ولقيتها لابسة روب تحتيه قميص شفاف. بقيت مش عارف هي عايزة إيه. أول ما دخلت قلعت القروب، بدأت تقرب مني وقالت له أنا جوزي أكبر مني ب18 سنة، وولادي دايما في النادي بيغيبوا عني كتير، وأنا دايما لوحدي. قالت لي أنا لما شفت مراتك حسيت إن هي لا يمكن تكون بتحقق لك اللي أنت بتتمناه واللي أنت عايز تعيشه، زي ما أنا محرومة وعايشة مع إنسان ما بيدينيش كل اللي أنا عايزاه. فأنا حسيت إن هي عايز تحطني في شرك وهتوقعني في غلط كبير قوي. قلت لها عن إذنك ما ينفعش الكلام ده، ورحت فاتح باب الشقة وخارج، وحاسس إن هي بتبصلي نظرة كلها غيظ. في اللحظة دي خرجت من عندها وحاسس إن أنا نجيت بنفسي، بس حاجة خلتني زعلانة من جوايا وعمالة أدور عليها في الفيس. حاسس إن أنا نفسي رسالة تجيلي منها وكلمني ولا تبعتلي صورة حتى، بس هي قطعت خالص، ما بقتش تتكلم معايا ولا تبعتلي رسايل. وأنا حسيت كأن أنا ندمت على معاملتي ليها. لغاية ما في يوم بعد مدة طويلة كنت طالعة على السلم، لقيت بابها مفتوح ولقيتها واقفة، ومن غير ما تنده عليا ومن غير ما تشدني أنا اللي رحت داخل عليها الشقة، وعشنا مع بعض ساعتين من أجمل الساعات اللي أنا عشتها في حياتي. وطلعت شقتي وأنا مبسوط ووشي كله بيضحك. حتى مراتي قالت لي أنت فيك حاجة النهاردة متغيرة. قلت لها أنا كان في حاجة مشكلة بيني وبين رئيسي، بس الحمد لله عدت على خير. ومن ساعتها كنت كل يوم أرجع بدري الشغل عشان أعدي عليها ونقضي مع بعض أجمل لحظات في حياتنا، وأطلع شقتي وأسيبها ترجع تعيش حياتها، وجوزها بيجي وولادها يجوا، وأنا بعيش حياتي مع مراتي. استمرينا على كده وأنا حاسس إن أنا واخد من الدنيا كل حاجة. ست محترمة بتجوزها، وست عايشان اللي أنا نفسي أعيشه، وكمان قريبة مني وبنزل لها في الوقت اللي أنا عايزه. استمر الوقت ده 4 شهور وأنا عايش حاسس إن أنا هارون الرشيد محقق كل اللي أنا بتمناه. لغاية ما لقيت مراتي في يوم بتقولي أنت بتأخر عليا وما بتردش عليا بالتليفون. قلت لها ببقى في الشغل. ساعتها حسيت إن مراتي ست محترمة، حتى ما شكتش في كلامي. والتانية اللي بنزل عندها ديت مختلف تماما، ست بايعة جوزها ومش مقدرة قيمة ولادها ومستمرة في الغلط، ما بحرمتش. فضلنا شهور وهي تقول لي طلق مراتك وانا طلق جوزي ونعيش مع بعض ونتمتع باقي حياتنا. وانا جوايا اقول مش ممكن انا اعيش مع دي، انا اسلم كرامتي وشرفي لواحدة زي دي؟ لا يمكن طبعا. ومشيت على كده لغاية ما في يوم حسيت ان انا محتاج فعلا ان انا اعيش معاها وحياة مستمرة. لقيت مراتي بتقول لي ان هي حامل، وفي اللحظة دي بعد ما كنت بفكر ان اطلق زوجتي واعيش مع داليا حياتي كلها، اعيش حياة استمتع بيها معاها كل لحظة اللي انا كنت عايزه اعيشه، لقيت ان الفكرة دي صعبة جدا ان انا احققها، وصعب جدا ان انا اسيب زوجتي اللي هتجيب لي ابني، واللي انا حاسس ان انا مش هعرف اعوضها، الانسان الشريفة العفيفة اللي محافظة عليا وعلى كرامتي وعلى شرفي في غيابي قبل حضوري. عشان كده قررت ان انا استمر زي ما انا مع داليا اللي انا بستمتع معاها، وبنفس الوقت متجوز انسانة محترمة وربنا كرمني منها بحمل. بس انا اللي كان زهقني ان انا بقابلها في شقتها، وكنت ببقى دايما خايف وقلقان احسن زوجها يطب علينا. عشان كده فكرت في يوم قلت لها ان انا هطفش مراتي من الشقة وتعالي انتي. وفعلا قلت لزوجتي وانت دايما قاعدة في البيت لوحدك كده، زوري مامتك وروحي شوفي اهلك وزوري صحباتك
وهي عشان هي مطيعة قالت لي حاضر، أنا بكرة هقضي يوم مع ماما ويمكن أغيب معاها اليوم كله. قلت لها كويس أوي براحتك، واتفقت مع داليا إنها تقضي معايا اليوم كله لغاية ما تيجي مراتي. وجت قضت معايا اليوم فعلا، ودخلت أوضة النوم وفتحت الدولاب ونقت أجمل قميص نوم عند مراتي اللي هي جايباه عشان تمتعني بيه، لبسته عشقتي. وعشت أنا وهي أجمل اللحظات في سرير زوجتي اللي مأمناني، برضه حافظة غيبتي بس أنا ما حافظتش عليها ولا على غيبتها، وخنتها في سريرها وعلى قميص نومها. عشت معاها وسابتني ومشيت، وفضل الحال على كده. مراتي كل ما تخرج أخلي داليا تطلع لي ونعيش مع بعض أجمل لحظات، لغاية ما في يوم قلت لها أنا صاحبي جاي يقضي معايا يوم. قالت لي هو أنت هتجيب صحابك البيت ليه؟ مش أحسن تقابلهم بره؟ قلت لها ده احنا في شغل هنعمله، وبعدين أنا بقول لك كمان روحي قضي يوم مع والدتك، وأنا هنقعد بشوية ما يخلص شغلنا وأبقى أخدك. البنت قالت لي حاضر، وراحت فعلا عند والدتها. وأنا جبت داليا وبدأنا حياتنا، وهقول إن هنقضي يوم بحاله مع بعض. لما قالت لي كمان إن جوزها هيبات بره ومعاه الولاد، قلت لها خلاص ده احنا هنقضي يوم من أجمل الليالي. لقيت حماتي بتتصل بيا وبتقول لي بنت مراتك ما جاتش لغاية دلوقتي. قلت لها ازاي؟ ده خرجت من ساعتين، المفروض تبقى عندك من بدري. قالت لي بقول لك مراتك ما جاتش. قلقت عليها، مسكت التليفون وقعدت اتصل بيها بس هي ما بتردش. وشويه لقيت تليفونها خارج الخدمه، وامتها اتصلت بالقرايب كلهم. هي اللي هيوديها عند القرايب دي كانت رايحه عند والدتها، وهي من النوع اللي ما بتروحش في مكان الا ما تعرفنا. تاخيرها قلقني، وساعه ورا التانيه وانا مش عارف هي فين ومش عارف اروح فين واسال عليها ازاي، لغايه ما لقيت التليفون جاي لي بيقولوا لي مراتك عندنا. عندكم فين؟ قالوا في المستشفى. جريت على المستشفى، لقيت حماتي سبقتني، وهناك قالوا لي حالتها خطيرة، عملت حادثة وهي راكبة العربية، ادعي لها. بقيت مش عارفة ادعي لها ازاي، ولا هيتقبل مني دعوة، ربنا هيقبل مني دعوة؟ مراتي بين الحياة والموت، وانا حتى الدعوة مش قادرة اطلعها، مش قادرة اقول لها اي حاجة. عايزة اقابلها واقول لها سامحيني، اقول لها انا ندمان، اقول لها اغفري لي اللي عملته، بس دي هي بين الحياة والموت، هتعمل لي ايه؟ لقيت الدكتور خارج بيقول لي البقاء لله. هنا عرفت ان حياتها انتهت، وانا كمان حياتي انتهت. عرفت ان ساعتها ان ربنا ما كانش سايبني، ما كانش بيهمني، ده كان بيمهلني عشان الخبطة تبقى جامدة قوي. مراتي ماتت، وابني اللي كنت مستنياه راح، مفضليش غير الحياة الحرام اللي انا كنت عايش ومستمتع بيها، هي دي اللي فضلت لي. وكأن ربنا بعقابه ليا شديد، ربنا خد مني الحياة الحلال واداني حرام، وقال لي عيش زي ما انت عايش، كنت عاجبك عيش. مراتي ماتت وعشت لوحدي، ولقيت داليا بتقول لي انت بقيت لوحدك خلاص، هطلق جوزي وعيش معاك. قلت لها لا يمكن، لا يمكن حد يحل محل مراتي. انا هعيش حياتي كلها استغفر ربنا واتمنى ان هو يغفر لي، عشان لما اقابلها اقول لها ان انا كفرت عن ذنبي، ان انا عشت عمري كله من غير اي واحده ما تحل مكانك. وحسيت ان انا عقاب ربنا ليا كان شديد قوي، حرمت من كل حاجه حلوه، وكنت بتقولوا عليا ان انا عديم الاخلاق. اعرف ان انا عقاب ربنا خلاني عرفت فعلا ان انا عديم الاخلاق، عديم الدين. مكانش في قدامي حاجه اعملها غير اني اسيب البيت عشان ما اعيش في المكان ده تاني، ولا اشوفش سيدتي تاني، واروح اقعد في مكان نظيف في جو نظيف. وفعلا سبت البيت ده وعشت حياتي كلها